هو هل محمد الشناوي بقى مفروض علينا خلاص؟ هل محمد الشناوي ده احنا مضطرين ان احنا نخش ونشجع المنتخب بيه؟ انا مش فاهم. يعني انت عندك 100 حارس على الدكه احلى منه. انا ما اعرفش انت ليه مصمم على محمد الشناوي يا ابني. الحارس بترمي بيفرد ايده. انت ما بتستخدمش ايدك اصلا. الشعب المصري بيفهم كوره برضه وبيشوف. ده حارس مشطب. قسما بالله حارس مشطب. ما عملش غير موسم او اتنين بس حلو. قالب بكوره بترمي افرد ايدي على الكوره. اعمل التراي حتى يا عم. انما انت ما فيش حاجه خالص. ما فيش حاجه خالص، اقسم بالله ما في حاجه خالص. والنقطه الثانيه مع حسام حسن، هم عرفوا التكتيك اللي انت بتلعب بيه او الخطه اللي انت عاملها من ماتش كوت ديفوار. هم عملوها وقرروا هم بيضغطوا عالي عليك، عمال بتعلق في كور عاليه كور عاليه وبتخسر كل الكور. الماتش من الشوط الثاني بيقول لك نزل زيزو ومصطفى محمد. الماتش هو اللي بيقول لك، يعني لو الماتش ده راجل بيقول لك نزل زيزو ومصطفى محمد مصطفى عشان ياخد كل الكور العاليه، على الاقل يقف بين السردباكين يخبط فيهم يجيب اي كوره، وزيزو عشان يجري في النص اللي قدام يا عم، على الاقل بدني يجري ولا يمسك كوره هنا ولا هنا ويروح يعمل هنا ثنائيه وهنا ثنائيه يتحرك. انما احنا مش عارفين نباصي باصتين على بعض من ال 18. وانت عملت قرار غريب خالص، سحبت احمد فتوح وقمت منزل محمود تريزيجيه قسما بعز جلاله الله ده اللي ظلم وكيله. ايه الفكره؟ ان انت سحبت بيها تريزيجيه، ان انت نزلت بيها تريزيجيه وسحبت احمد فتوح. ايه هي الخطه؟ ما فيهاش اي خطه. ولا عارف يباصي ولا عارف يحافظ على كوره ولا عارف يشوط ولا عارف يعمل اي حاجه. كل كوره بيمسكها بيقطم بيها ويرجعها لنص ملعبنا. انا ما اعرفش انت. طب انت لما سحبت احمد فتوح ما عنديش مشكله، بس نزل حد قدام يشغل لك الحته اللي قدام، او في نص الملعب زي زيزو مثلا يمسك لك كره قدام اي حاجه، او مصطفى محمد. انما انت مقعدهم جنبك لحد الدقيقه لحد ما خش فينا الجون، وبعدين لما نزلوا على الاقل اتحررنا شويه. فانا كل الفكره انت مقعدهم جنبك ليه؟ مقعدهم جنبك ليه لحد ما يخش فينا الجون؟ بقى كده تحاول ومنزل صلاح محسن في اخر دقيقتين. انت متخيل ان هو هينزل يحط لك الجون؟ يعني هو اي هبل وخلاص. من اول الشوط الثاني الماتش بيقول لك اتحرر شويه، نزل زيزو ويمسك لك الكوره، نزل مصطفى محمد، نزل نزل اي حد قدام. احنا مش عارفين نطلع بالكره. كل كره عاليه هم بياخدوها عشان بتعتمد على محمد صلاح اللي كل كره بيخسرها. مفيش اي ثنائيه بتكسبها محمد صلاح. مفيش اي ثنائيه بتكسبها خالص. عمال احنا بنلعب على التحولات اصلا وما فينا مش عارفين نباص الكره عشان نلعب على التحولات. مفيش اصلا مفيش. انت مقعدهم جنبك ليه لحد ما يخش فينا لحد دقيقه 80؟ مقعدهم جنبك لحد ما يخش فينا الجون. انت هتنزلهم امتى؟ لحد ما يخش فينا الجون قمت راح منزلهم. طب ليه ما كان من بدري؟ لما احنا عندنا لما احنا عندنا القدره ان احنا نعمل كده ما كان من بدري يا عم نزلها. هنفضل هندافع لحد امتى؟ ودفندرين مفيش مشكله عشان هم احنا بنلاقوا كل حاجه، بس اول ما حطوا فينا الجون هم بداوا يرجعوا. فالدفندرين ما عادش لهم اي لازمه. انت قمت مطلع حمدي فتحي الديفندر الثاني في الدقيقه 95 وانت منزل بفرود 95 ولا 93. هم حطوا جون ورجعوا، هم حطوا جون ودافعوا. معنى كده ان خلاص الديفندرين ما عادوش هيفيدك، انت خسران محتاج تتعادل، محتاج انت اللي تهاجم. فقلب بين انت تسحب ديفندر من الديفندرين لانك انت خلاص انت اللي محتاج تمسك كوره، انت محتاج ان انت تهاجم. انما انت عملت كده في الدقيقه 95. طب ازاي طيب؟ ما فيش مدرب ما بيعرفش يقرا الجيم بتاعه. والله ما في انا قلتها من اول بطوله. تبديلاته غريبه. انت عملت ماتش كوت ديفوار عنب وكسبنا والحمد لله، وكان ماتش عنب. باقي البطوله انت بتخرف. انت مدرب جيد بس، انما مدرب ان انت تمسك منتخب في كاس العالم لا. هنتعور جامد والله العظيم، هنتعور جامد. انا عارف ان ده الجيل وهو ده اقصى امكانياتنا، بس عايزين مدرب برضه. عايزين مدرب بيعرف يقرا الجيم، مدرب له سي في محترم. فاحنا عايزين مدرب سي في تقيل بيعرف يقرا الجيم، بيعرف يتصرف في الماتش لما يتزنق. انما حسام حسن لو السيناريو ما مشيش زي ما هو عاوز بتزنق في الماتش.